اليوم فرحة تتويج أبنائنا وطلبتنا في شهادة البكالوريا دائما من خلال هذا الفضاء الخدماتي التربوي، دائما من خلال قناة المعرفة، هذا المولود التربوي اللي تعزز به قنوات التلفزيون الجزائري اللي في كل مرة يواكب الحدث. نعيش اليوم حدث ولا أروع ولا أجمل دائما مع مختلف الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، ونحاول في كل مرة أن نتقاسم معكم هذا الفرحة، أجواء الفرحة من مختلف ولايات الوطن دايما. وعدنا حياة والعود أحمد زميلي رحيم، أكيد كلام جميل لما تكلموا على النجاحات. التاج العلم اليوم يتوج به كل طالب من خلال هذه المسيرة، مسيرة التعب، اليوم تتوج بالنجاح الكبير. إذا مشاهدينا دائما معكم، ونبقى دائما في هذا البث المباشر والحي دائما. الآن نذهب إلى العشر الأوائل دائما المتفوقين والناجحين في شهادة البكالوريا، الآن مع جزائر الشرق زميلي رحيم. فعلا الأسماء هي كثيرة والناجحين هم كثر كذلك. مباشرة إلى جزائر الشرق وقائمة الناجحين العشر الأوائل: نور الهدى مصطفاوي، مريم إكرام، جعفر خوجة، أنس سيدهم، سلمى صباغ، ياسمين بودهان، أمين جاتي، حنان روان، أسماء حاج إبراهيم، رانيا تويمر، فدوى قول، شيماء ماحي. نعم، نمر زميلي رحيم إلى شعبة أخرى وتخصص آخر وهو لغات الأجنبية، والعشر أسماء الأوائل. إذا نبدأ بأول اسم وهي لينا ياسمين كمينيا قماط، فيروز دابل، لميس خربة، إيناس بوناصر أقول، نعيمة بوجلطي، أنفال شربي، نجاة بالفرج، صفية لينا حمزة، أنايس سحولي. نجول ونصول دائما في قائمة الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 إلى شعبة تسيير واقتصاد والأسماء التالية. ألف مبروك لكل من الطلبة الظاهر أسمائهم على شاشة التلفزيون الجزائري: جمال الدين حني، حفصة بن خوجة، عماد الدين حاج صدوق، محمد عبد الغني غزالي، أميرة بوجراد، فريال مأجور، نور دريس، أميرة طوطاوي، سونيا برهنة، منال بن نوار. نعم، نمر إذن إلى قائمة أخرى وتلاميذ متفوقين العشر الأسماء الأولى في شعبة علوم تجريبية، ونبدأ بأول اسم ونتمنى لهم النجاح، نتمنى لهم أنهم يكونوا نريمان مريم، حمدي باشا، ماريا فرح، بختي، آية ياسمين، نشام، رزيقة حنصالي، وسام حورية عمار، شهاب شاهين يايسي، لاميا عبداللي، منار حطوم، أحلام ولد خسال، رانيا يمينة قريرح أقول. وأكيد ألف مبروك إلى قائمة أخرى زميلي رحمة. فعلا إلى قائمة أخرى، إلى شعبة أخرى من 6 شعب التي أكيد امتحنوا فيها وشاركوا في بكالوريا 2020 دورة 2020 إلى شعبة الرياضيات وقائمة الأسماء التي سوف تظهر على شاشة. ألف مبروك لكل صبرنا شويكرات، فاطمة الزهراء بولغرياف، إكرام مشتيوة، ميليسا أقول شيبان، ياسمين غوار، هند لدرع، دعاء بن خلوف، رانيا شكريب، وهناء حليتيم، دون أن ننسى هديلان بن حسن. ألف مبروك إلى قائمة أخرى. والآن إلى شعبة تقني رياضي، مع هذه القائمة مبارك التميز والتقدم لهم جميعا. نبدأ بأول اسم في شعبة تقني رياضي. إذا أول اسم معنا هو عمر حسين حجاج، ألف مبروك. خولة سماحي، خالد كرشوش، صلاح الدين صالحي، محمد أمين بوعرعور، بوعلام عبد المالك، بونجمة، فضيلة البار، ملاك فاطمة رزقة، عبد الرؤوف خلفاوي، محمد سفيان بالكبير. أكيد اليوم الفرحة تعم كل العائلات الجزائرية. والآن نربط الاتصال مباشرة زميلي رحيم بزملائنا في جنوبنا الشرقي ولاية فرقلة مع زميلنا محمد أمين. أهلا ومرحبا بكم ناسنا وصحبابنا في صحراءنا الكبيرة. مساء الخير محمد أمين.
مساء الأنوار زميلي عبد الرحيم، زميلتي حياة، مشاهدينا الأفاضل، أحييكم من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري بورقلة، ورقلة التي تعيش كذلك هذا العرس التربوي المميز، وهي امتحان شهادة البكالوريا أو بعد صدور النتائج. الفرحة عارمة في شوارع المدينة وكذلك في البيوت كما قلت. النتائج التي ظهرت في حدود الساعة 3 مساء في كافة الأحياء وفي كافة المدن هنا في الجنوب الجزائري الكبير، وخصوصا هنا في ورقلة. يسعدني كثيرا أن أستضيف تلميذين ناجحين في امتحان شهادة البكالوريا اللذان يتواجدان هنا في المحطة. ضيفي الأول، مساء الخير، يونس ذكار، مبروك عليك النجاح في امتحان شهادة البكالوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أخي، يعني يبارك فيك. نشوف في أجواء أو في ملامح الفرحة بادية على وجهك. كيف يمكن لك أن تخفيها يعني بعد كل هذا العام؟ شكرا يونس. كذلك أرحب بأكرم بن دلالي، مرحبا بك أكرم، مبروك عليك. بارك فيك. لاباس؟ فرحة راي كبيرة أكرم. فرحة كبيرة بزاف، امتحان مصيري ونجحناه بعد كل انتظار. نعم أكرم. راح نبداو بيونس، وصف لي كيفاش هي الأجواء، كيفاش استقبلتم النتيجة تاع النجاح في امتحان شهادة البكالوريا. يعني احنا استقبلنا هذه النتيجة كما هما على أحر من الجمر. عائلتي يعني اجتمعت كل العائلة، أتانا حتى جيراننا. مهم كانوا يتحرقون شوقا لكي يعني الفرحة كانت عارمة. الفرحوا معك الجيران، الأهل، الأصدقاء هكذا. قول لي كيفاش، شكون أول واحد بشرك بالنتيجة؟ شكون أول واحد زف لك خبر نجاحك في امتحان شهادة البكالوريا؟ السيدة الوالدة. كان عندها هو الخبر الأول أن ابنها يونس نجح في شهادة البكالوريا. يعني لازم. كيفاش كانت ردة فعل تاعها ولا ردة فعل تاعك لما قالت لك يا يونس بلي راك نجحت في شهادة البكالوريا؟ يعني رد فعل أي أم جزائرية حقيقية. يعني احنا يا الأمهات الجزائريات يعني تحديدا من نوع خاص، وأمي أنا يعني أفضل أم في العالم كما تعرف. هي زعما كانت ما إن سمعت بالنتيجة حتى زغرتت كما نعم. زغاريد طبعا التي تنبعث من البيوت الجزائرية، والجيران طبعا يشاركوكم الفرحة. أكرم، كيفاش كانت كذلك، كيفاش استقبلت النتيجة، وين كنت وقت إعلان النتيجة إلى غير ذلك؟ أنا بالنسبة لي كنت خارج البيت. إنه قبل النتيجة كان توتر. كنت أنا متوتر، كنت نوتر في والدي، هذاك كنت خارج البيت، بالأخص كنت عند الجيران. نعم. وأول خبر أنه جاني من عند الوالد. نعم، الوالد هو اللي بشرك بالنتيجة هكذا. كيفاش كانت ردة فعل تاعك؟ كيفاش عبرت على الفرحة تاعك؟ فرحة عبرتها. وش درت في هذيك اللحظة؟ قفز. ضحكت، عيطت، فرحت، نقزت، ما شو حركات غير إرادية. نعم. أكرم، لو كان نسألك نقول لك كيفاش هي الأجواء تاع الفرحة في مدينة ورقلة؟ نعرف بأن هناك فرحة عارمة لزملائك لك أنت إلى غير ذلك. كيفاش هي الأجواء راهي الآن في ورقلة؟ أجواء في ورقلة راح تكون في كل فرحة راح يكون الأجواء، نقصد لك في الشوارع، في الطرقات. في الشوارع راح يكون كورتاج، الاحتفال بالألعاب النارية، إلى غير ذلك. تحتفلت ولا مازال؟ أنا مازال. وقتاش راح تحتفل؟ كنروح دوكا راح نحتفل إن شاء الله. كيفاش راح يكون الاحتفال تاعك يا أكرم؟ أنا حيكون الاحتفال تاعي يبدأ مع الأصدقاء في الخارج، يعني كما كنا نقولوا كورتاج وألعاب نارية، وراح يكون في حذر. نعم، بدون تهور أكيد. لازم. ومن بعد نكمل الاحتفال مع العائلة. العائلة راهم ينتظروا فيك كذلك. ينتظروا.
نرجع لك يونس. التهاني منين جاتك؟ هل جاتك من عند الأساتذة، من عند الجيران، من عند الأصدقاء، من عند لحد الآن؟ يعني السؤال الأصح هنا التهاني من وين ما جاتنيش. تلقى زعما شو نقولوا حنايا الرسائل اللي تجيك من كل مكان. هذا اللي ما يقدرش بحكم الجائحة أو بحكم البعد. احنا زعما عائلتنا ممتدة، تلقاها في سيدي خويلد في الجزائر العاصمة، في كل مكان تقريبا. واللي يجوك هذوك اللي يجوا زعما للدار ثاني موجودين. حتى وباركوا لي انا تحديدا، يعني شعرت بالاهميه، شعرت باني درت حاجه كبيره، باني مهم. أكرم، نعرف بأن بكالوريا هذه السنة جرت في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة، لأول مرة ربما يكون فيها هذا النوع من السسبانس والتوتر إلى غير ذلك. كيفاش اجتزتوا هذه المرحلة، يعني منذ انقطاع الدراسة في شهر مارس إلى غاية امتحان شهادة البكالوريا اللي اجتزتوه في شهر سبتمبر؟ كيفاش عشتوا تحضيرات تاع الامتحان هذا؟ كيفاش كنتوا تراجعوا؟ كانت أغلب مراجعات عن بعد. أغلبها نعم، أغلبها عن بعد. نعم. والشيء اللي كان دعمنا في الفترة هذه الأخ الوالدين هم اللي كانوا أكثر ناس داعميننا. ما طاكش دعم شو الاستثنائي. مش كان جينا في قبل الفترة هذه قررنا تلقانا في القسم ساعة ما نقراوش نتلموا ونراجعوا. معليش صح هذا العام انك تخاف على صحتك قبل ما تنسيتي في القراءة تاعك. صحيح. طبعا على ذكر الوالدين عندهم دور هام، دور معنوي، دور بسيكولوجي الى غير ذلك. واش توجه رسالة يونس للوالدين وكذلك الاساتذة اللي كانوا يدرسوا فيك وكانوا يتواصلوا معك طيلة مدة الدراسة؟ يعني اسمح لي نعقب على كلامك، مش الوالدين عندهم دور اساسي ولا دور مهم، تقدر تقول الوالدين وتحديدا السيدة الوالدة اللي هي امي عندها الدور الوحيد تقريبا، لانه زعما ناخذ العلم من الاساتذه، اعطونا العلم، يعني لم يقصروا في شيء. الظروف كانت اقوى منهم باش حبسنا القرايه. كرسالة شكر انا يونس، كرسالة شكر للوالده وللوالدين والاساتذه تاعك. كيفاش نقول لهم شكرا؟ يعني الامر صعيب، صح نحاول. شكرا تكفي، يعطيكم الصحه. شكرا. يعني بلا بكم مستحيل اني نوصل لهذا. وان شاء الله الاحتفال يكون في شهاده الدكتوراه ولا في حاجه اكبر. ان شاء الله. هذه غير بدايه. اكرم، رساله كذلك توجهها للوالدين وكذلك الاساتذه تاعك. رساله للوالدين انهم يتعبوا معايا، صح. كي يتوتروا معايا، كي نسهر يسهروا معايا. على ذاك شكرا مش حتوفي المجهودات. لا تكفي، صحيح، مش حتكفي. على كل حال نقول لهم شكرا ان شاء الله. ولا غير ذاك الاساتذه نعم لهم تقدير والشكر كبير. طاكش كان اساتذه قراوني عن بعد وانهم وفرونا بزاف حوايج سيرتو في فترة المراجعة. إن شاء الله. وأنا بدوري كذلك أشكركم كل من أكرم بن دلالي وأيضا يونس ذكار، مبروك عليكم، نتمنى لكم مزيد من التفوق والنجاحات. إذا مشاهدينا الأفاضل، من ورقلة نزف تهانينا الحارة باسمي وباسم زملائي هنا في المحطة الجوية بورقلة بتهانينا الحارة لكل الناجحين، وكذلك نتمنى الحظ الأوفر للتلاميذ الذين تأجل نجاحهم، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ونجاح في دورات أخرى أو حتى في مجالات أخرى إن شاء الله. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه. عودة مجددا للزملاء هنالك في العاصمة. شكرا لك زميلنا محمد الأمين من محطة ورقلة الجهوية، ونحيي كذلك الضيفان اللي كانوا حاضرين في بلاطو ورقلة الجهوية. دائما نعيش وإياكم جمهورنا مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، سواء داخل الوطن خارج الوطن، نعيش فرحة تتويج أبنائنا وطلبة الجزائريين. الآن مباشرة إلى أسماء الجزائر غرب، وأكيد نهنئوا كل هذا الطلبة اللي أكيد الفرحة راهي تعم بيوتهم اليوم. نعم. اليوم تعم الفرحة في الجزائر كلها في 48 ولاية خاصة حياة أكيد. ونحن نعيش دائما أجواء السعادة، أجواء نعم. الفرح، تتويج بكل المجهود اللي كان نعم. طوال أكيد نبدأ ربما بأدب وفلسفة زميل رحيم. نعم. قائمة أداب وفلسفة لجزائر الغرب، نقول لهم مبروك عليكم. الأسماء كالتالي. إذن أول اسم هو إكرام عباس، خديجة حواني، فراح عزارة،
نجود محمدي، نسرين شريشي، نور الهدى عياد، مونيا تبراني، هالة فخر الدين حسين، آية دريس، نجوى ميلودي. إذا ألف مبروك لكل الطلبة. مباشرة إلى شعبة اللغات الأجنبية، ودائما الجزائر غرب اللي كذلك بدوري نهنئهم كذلك على النقاط اللي تحصلوا عليها حتى تحصلوا على شهادة البكالوريا. ألف مبروك لكل الطلبة، أكيد راهم يتابعوا فينا من خلال هذا الفضاء الخدماتي. ألف مبروك لفرح خشمون، إيمان تودرت، سندس كيحل، أميمة زليخة معاشي، ماريا هندويل، إيمان إقجطال، آلاء مباركية، عبير خليفة، ناريمان إدريس، وزينب عباس. ألف مبروك. نعم، ما زلنا مع قائمة الناجحين العشر الأوائل من الجزائر غرب، والآن نمر إلى شعبة التسيير والاقتصاد، والأسماء كالتالي. إذن أول اسم معنا هي أسماء الغاث، فريال عمارة، منال بن أمقران، سهام آية مزاي، شيماء مرباح، سيلينا بوزيد، مليك محفوف، صبرينا قايد، مريان جيلب، نبيل العشاوي. إذا مبروك للجميع. إلى شعبة العلوم التجريبية والأسماء ستظهر على الشاشة دائما من خلال هذا الفضاء الخدماتي وقناة المعرفة دائما حاضرة. الأسماء هي كالآتي دائما، نقولهم ألف مبروك على هذا التفوق، على هذا النجاح. الاسم الأول سيظهر من خلال الشاشة. ألف مبروك إلى كاميليا بريكسي، ياسمين رزق الله، رانيا زكري، أميرة عميروش، هيبة بن عثمان، آية بوقطاية، رفيدة تفاحي، ندى أمقران، أحمد يانيس جويمة، يانيس آمين شاقور. ألف مبروك لهذا الأسماء دائما من خلال تتويجهم أكيد بشهادة التعليم الثانوي، شهادة البكالوريا، وهي شهادة الولوج إلى الجامعة بحول الله تعالى. نمر إلى شعبة الرياضيات، لكن قبل مشاهدينا أن نمر إلى شعبة الرياضيات، معنا في هذه الأمسية وفي هذا الحوار والبث المباشر عبر قنواتكم التلفزيونية، القناة التعليمية وقنوات التلفزيون الجزائري، يحضر معنا واحد من الأسماء الثقيلة على في الحياة التربوية اليوم في الجزائر، سيد مسعود بوديبة، الأمين العام الوطني المكلف بالإعلام نقابة الكنابست. أهلا ومرحبا بك سيد بوديبة. أهلا وشكرا على الاستضافة. أولا نهنئوك ونهنئوا أنفسنا ونهنئوا كل الطلبة بهذا النجاح وهذا الحدث التربوي الهام وهذه السابقة من خلال قنوات التلفزيون الجزائري وحصريا عبر قناة المعرفة، هذا الفرحة الكبيرة اللي نعيشها اليوم. طبعا أنا بدوري أهنئ قناة المعرفة أنها اليوم تعيش معنا الحدث، معنا كأساتذة كعائلات، وتدور كلها حول أبنائنا التلاميذ. قناة المعرفة تعيش يوما تاريخيا انتظرناه منذ 7 أشهر. كما تعلمون بأن من يدرك هذا اليوم تاريخي 14 أكتوبر، من يدرك لحظة الثالثة، هو الذي تألم عندما غلقت المدرسة الجزائرية يعني نتاج أو الذي فرضته جائحة كورونا فيروس. نعم فعلا. إذا نحن عشنا في قطاع التربية، عشنا مع أبنائنا التلاميذ ظروف ليست بالسهلة، وأبنائنا بالخصوص والأولياء بالأخص. ظروف الجميع كان يصارع، يعني ثنائية الحياة والموت كانت بادية للعيان لدى الجميع. صحيح. مصير البكالوريا، مصير السنة الدراسية، لكن في النهاية نحن وصلنا إلى اللحظة الفارقة، اللحظة التاريخية التي انتظرها الجميع. أستاذ مسعود بوديبة، من خلالك نهني كل الأسرة التربوية، العائلات الجزائرية، خاصة الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا. أكيد لما نتكلموا ولا نتحدثوا على شهادة البكالوريا في الجزائر، كانت ولا زالت تحظى بأهمية كبيرة سواء على المستوى المجتمعي على المستوى الأكاديمي. سيدي الكريم، ماذا عن هذه الأهمية وعلى هذه المكانة في الجزائر؟ البكالوريا كقيمة مرجعية عند الجزائريين،
أولا من أسس لمرجعية العلم هم علماء الجزائر، لما العلماء الذين صمدوا اتجاه مستعمر احتل الجزائر ل 132 سنة. علماء الجزائر من خلال الكتاتيب ومن خلال المدارس من خلال الكتاتيب القرآنية صنعوا المعجزة وصنعوا الوعي وصنعوا قواعد التحرر عند الجزائريين، وكانوا سببا في استقلال الجزائر وأهدوا لنا الجزائر الوطنية هدية. وبالتالي الجزائريين يعني منذ المولد نحن نقدس العلم، والبكالوريا هي مرجع علمي، واليوم العلم هو الفائز. طبعا اليوم قناة المعرفة تساهم في حماية البكالوريا كقيمة علمية أو ترفع من مكانتها عند الجزائريين. هذا الاحتفال بالنجاح هو احتفال بالعلم، هو احتفال بالمدرسة، والمدرسة يجب أن تعود لمرجعيتها في المجتمع، والأستاذ يجب أن يعود إلى مرجعيته، والتلميذ والطالب يجب أن يعود إلى مكانته في المجتمع الجزائري. أكيد سيد بوديبة، كل هذه المرجعيات راح تكون بحول الله تعالى وترجع قيمتها من خلال هذه القناة الرافدة القوي المؤشر الداعم للمنظومة التربوية في الجزائر. لو سيد بوديبة اليوم نتكلموا وإحنا في هذا المنبر وفي هذه الفرحة الكبيرة اللي نعيشوها رفقة كل الجزائريين والعائلات الجزائرية، أنا نظن اليوم نعيشوا عرس كبير، يعني مقارنة بوش عشناه. لو قمنا بدراسة كرونولوجية من أول يوم حبسنا فيه للدراسة والمرافقة البيداغوجية للتلاميذ، البكالوريا، الإجراء الوقائية الصحية، يعني وش تقدر تقولنا اليوم؟ هل حقيقة اليوم احنا نجحنا؟ نجحنا وبامتياز. أكيد. ما شاء الله. ما شاء الله. نحن منذ اللحظة الأولى، يعني منذ 19 مارس عندما أعلن عن الحجر، توقف نحن كتربويين كأساتذة ندرك ما معنى واقع مثل هكذا أزمات على أبنائنا التلاميذ. صح. ولذلك نحن سارعنا منذ اللحظة الأولى للتخفيف عن ثقل المهمة بالنسبة للأولياء أو للعائلات، من خلال توفير مجالات للاشتغال بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، لأن اللحظة الأولى كانت هناك عديد الأسئلة مطروحة: مصير السنة الدراسية، البكالوريا، يعني بعد شهرين ستضيع منا البكالوريا. إذا كيف هنا تبدأ الصدمات بالنسبة لأبنائنا التلاميذ. هناك أزمة، هناك مصير أبنائنا التلاميذ، هناك واقع نعيشه كلنا كجزائريين. إذن الصدمات للجميع، لكن بالنسبة للفئة أو للشريحة العمرية ما بين 6 و 17 سنة ليس بالسهل. إذن كان ضروري آنذاك يجب أن تبدأ هناك قرارات. هذه القرارات الهدف منها أولا لمعالجة الوضعية النفسية، للتقليل من الصدمات، وبعدها معناها الجانب الصحي، معناها إنجاح الحجر، معناها وضع أبنائنا في قناة لسيرورة تعليمية، لتواصل سيرورة تعليمية من خلال عديد الفضاءات للاشتغال عليها. التعليم عن بعد من خلال الديوان الوطني والتكوين عن بعد، مفاتيح النجاح من خلال التلفزيون الجزائري، واجتهاد الأساتذة من خلال الصفحات، من خلال تسجيلات ونشرها عبر المواقع المختلفة الإلكترونية المختلفة وصفحاتهم المختلفة، ومن خلالها يعني أبنائنا التلاميذ بدون ما ينتظروا انخرطوا في هذا المسار. صح. وهو الذي بدأ يهيئ من الناحية النفسية أبنائنا التلاميذ من خلال الامتحانات المدرسية الثلاث. إذا تلك المراحل وذلك المجهود هو مجهود علمي بيداغوجي نفسي بذل في هذه الفترة. لم نصل إلى هذه اللحظة هكذا تتذكرون الأرقام بالنسبة للكورونا فيروس. كيف كانت ترتفع، كانت في أول التخوف كان يعيشه الجميع، والموتى وأرقام الموتى تتزايد على المستوى الوطني. إذن تلك الأجواء
كيف نضع أمامها حواجز لنصنع النجاح ليس بالأمر السهل. فتح المؤسسات التربوية بتاريخ 23 أوت هي عملية بيداغوجية علمية عندما نعيد التلاميذ وندمجهم في القسم ليس بالأمر السهل من الناحية النفسية وتحضيرهم لامتحانات رسمية، امتحان شهادة التعليم المتوسط. نعم، حطيتنا سيد بوديبا بكل الصورة من خلال هذه المراحل اللي كنا عشناها مع طلبتنا، وأكيد أنه كل القرارات نثمنها لأنها تصب في الأخير في صلاح التلميذ، ليس كذلك؟ ربما في الأخير وش تقدر تقول لنا؟ أولا أنا ما الشيء الذي أقوله بأن معالم النجاح ظهرت من خلال أجواء الامتحانات. الحمد لله. ونحن يعني كمتتبعين عن قرب لأبنائنا التلاميذ على مستوى امتحان شهادة البكالوريا، يعني من خلال ردود أفعال أبنائنا التلاميذ، من خلال قراءتهم للمواضيع، من خلال تجاوبهم مع الامتحان، أعطانا الاطمئنان بأن نسبة النجاح ستكون محترمة، وفعلا هي نتيجة 55.30 هي نتيجة محترمة. كنا ننتظر الأفضل لكن هي نتيجة محترمة. الدورة المقبلة مبروك لأبنائنا التلاميذ، مبروك للعائلات الجزائرية، مبروك للأساتذة. يجب أن تعلموا بأن الأستاذ هو أكثر يتألم يفرح لنجاح التلاميذ، ويتألم للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا. لكن نقول لهم بأن النجاح مفهومه نسبي. النجاح مفهومه نسبي، ليس معناها الناجح في البكالوريا هو ناجح، والراسب بحفظه للدرس وتجاوزه فهو ناجح. كنت معنا من خلال هذا المباشر وهذا البث الحي، كنت معنا. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. كلام أقول جميل من عند واحد من أبناء المدرسة الجزائرية. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذي الكريم، دمت ذخرا للتربية والتعليم في الجزائر. مشاهدينا الكرام، مباشرة إلى مدينة العلم والعلماء قسنطينة، وحضور المتحصلة الثالثة في المرتبة الثالثة، أقول أكيد راهي حاضرة من خلال هذا البث المباشر من محطة قسنطينة الجهوية. لا بأس أن نذكركم مشاهدينا أنه قناة المعرفة وهذا الفضاء الخدماتي كان السباق في نشر الأسماء الثلاثة الأولى وطنيا. مساء الخير. بدر الدين رشة من قسنطينة متحصل على 19/10. تفضلوا زملائنا من قسنطينة. نعم، مدينة العلم والعلماء تنجب متفوقة أخرى وهي بدر الدين رشا. اليوم رشا متحصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 19.10، معدل ليس بالهين، معدل أتى بعد جد، بعد تعب، بعد جهد جهيد. تحضر معي أجواء من الفرحة حضرناها مع العائلة. أجواء جد فرحة وبهجة تعم بيت بدر الدين رشا الساكنة بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة. رشا، اليوم نحن نتواجد معك، نريد أن نتقاسم فرحتك. هذه هي شهادة البكالوريا، هو معدل ليس بالهين. نتحدث قليلا عن الأجواء قبل البكالوريا، أجواء التحضير، أجواء الضغط، كيف جرت الأمور قبل التحصل على هذا المعدل المتفوق والمتميز؟ كانت ظروف خاصة مع انتشار جائحة كورونا، يعني كان كاين توتر خاصة من المرض، خوف من المرض. بالنسبة للدراسة صار انقطاع كبير، لكن الحمد لله قدرنا نعاودوا ننطلقوا، تعبنا ووصلنا لهذا المعدل الحمد لله بمساعدة العائلة، الأساتذة، والحمد لله. الانقطاع اللي كان وش هي الوسائل اللي خلاتكم تسترجعوا دروسكم، تسترجعوا هذا الجهد اللي انقطع وعاود خلف؟ كانت أساتذة درست معهم دروس أونلاين، هما اللي عاودوا خلاونا نعاودوا ننطلقوا ونحضروا مليح لهذا الامتحان، هما اللي رجعونا لجو الدراسة وقدرنا نوصلوا لهذا المعدل. ثمرة الدروس، الدعم عبر المواقع الإلكترونية، كاين سهر. رشا، سهرتي، تعبتي؟ في الفترة الأخيرة اللي تعبت فيها أكثر، لأنه كل واحد يتعب من الأول موش راح يقدر يوصل. تعبت مع الآخر صح، والحمد لله هذاك سهر ما ضاعش هكاك ووصلت لهذا المعدل.
هل كان تركيزك على مواد مقارنة على مواد أخرى بما أنك اختصاص رياضيات؟ لا، يعني درست جميع المواد، يعني أكيد يعني حنعطي وقت أكثر المواد الأساسية، رياضيات، فيزياء، لكن طبعا ما نهملش المواد الأخرى لأنها هي اللي حترفع المعدل وهي اللي خلتني أني نوصل لهذا المعدل. لما دخلتي أجواء الامتحان كيف توقعتي الأسئلة؟ توقعتها أصعب، يعني كي شفت الأسئلة فرحت نوعا ما، لأنه أسئلة ما كانتش صعبة، ما كانتش تعجيزية، كانت مليحة الأسئلة في جميع المواد، خاصة أنه الدروس كانت الفصل الأول والفصل الثاني والحمد لله. كانت أكيد مرافقة لرشا، مرافقة أبوية، مرافقة أسرية وعائلية. أكثر الجانب اللي كان عندك قريب ليك ورافقك بالكثير هما العائلة كان جو ملائم للدراسة، ما ضغطوش عليا، شجعوني، دعموني، خاصة الوالدين الأب والأم كانوا دايما معايا، والأساتذة في المؤسسة، الأساتذة اللي لقيتهم أونلاين، والحمد لله بفضلهم وبالتعب قدرت نوصل لهذا المعدل. كنت تتوقعي هذا المعدل المتميز؟ كنت نتوقع نتيجة جيدة جدا أو ممتازة، لكن أني ما نوصلش لهذا المعدل، يعني كانت فرحة كبيرة كي وصلت لهذا المعدل، خاصة أنه اتصل وزير التربية، شرفنا بالاتصال تاعو الصباح وهو اللي أعطانا هذا المعدل وفرحنا. هذا أكيد أب بدر الدين رشا يقف أو يجلس إلى جانبي. سيدي، كيف رافقتم رشا خلال مسارها الدراسي؟ مرافقة الوالدين هي عبر التجربة، والدين جامعيين، الأبناء الآخرين جامعيين، كانت تجارب تاعنا هي اللي تخلينا أن نقدر نرافقوها بالحنان أكيد، ودائما نعطيوها التجربة تاعنا باش ما تقعش في الأخطاء اللي كانت عندنا احنا واللي كانت اللي بعدنا احنا وعرفناها. هذه التجربة، الإنسان لما يمر على نفس المرحلة تجربة فدناها أنها تكون مرتاحة، أنها تكون ما تخافش، أنه الامتحان راح يكون في متناول الإنسان الذي يدرس الذي يجتهد. أكيد كان هناك ضغط أو لم يكن هناك ضغط؟ بالعكس تماما. احنا كنا العكس، نقول لها حبسي نقصي من السهر، رقدي، لا حتى لو كان ما تجيبش معدل ماشي مشكل، الصحة هي الأول، وخاصة لما زادت لحقت لنا المرحلة تاع الكورونا اللي كان فيه اضطراب لينا وليها كثير هذاك، خاصة المرحلة الأولى جهل بالمرض والجهل بالامتحان، يكون لا يكون، يلغى، كيف الاحتساب، بقينا غايبين. كنا نحسوا أنها هي مضطربة وعنها الضغط عليها، رغم أنها كانت تحاول تدرس. فخففتم على رشا؟ خففنا، أنه العالم كله فيه المرض هذا، وأن على بأن الدولة هذه وهذه الوزارة لابد أن تجد حل، لابد أن يكون حل. الدولة دائما في مرافقة المواطن ومع المواطن وخدمة للمواطن. احنا جزائريين كان امور اللي لما نقتنع بها نقولوا نامنوا بها، خلاص انتهى. السنة البيضاء كانت الناس تحط فيها في المواقع، وكنا متأكدين مستحيل تكون سنة البيضاء، لأن هذا الوزير ولا هذه الدولة ولا أساتذة مستحيل يقبلوا أبنائهم هذو تكون سنة بيضاء. الحمد لله اليوم رشا تفوقت أيضا، تجلس برفقتنا والدة رشا، لها دور أيضا كبير، الأم. كيف كان دورك اليوم بعد هذا النجاح، بعد هذا التفوق لرشا؟ يعني اليوم كانت فرحة كبيرة، والحمد لله أني نشوف بنتي تحصلت على معدل كيما هذا، راهو فرحة ليا ولكل العائلة، شرفتنا وشرفت كل العائلة الحمد لله. والمرافقة تاعي أنا بنتي الحمد لله ملي كانت صغيرة يعني متفوقة، الجانب الدراسي ما كنتش مقلقة منه. الدعم تاعي كان خاصة دعم نفسي، من الأول ندعم فيها نفسيا، وقلت لك خاصة مع جائحة كورونا كنت خايفة بزاف وتأثرت نفسيا بزاف، كنت خايفة لهذا يعني هذا القلق يأثر عليها، بصح الحمد لله قدرت نرافقها نفسيا، وكل يوم كنت معاها ونهون عليها في الأمور، والحمد لله جات النتيجة. كيف تلقيتي خبر النجاح المفرح والمعدل المتميز؟ الحمد لله ما
كنت نعرفها يعني متوقعة نتيجة، مي النتيجة هذه الحمد لله يعني ما كنتش متوقعتها، والحمد لله الحمد لله. أيضا لدى رشا أيضا دعم آخر، وهي أختها التي كانت بمثابة صديقة لرشا. اليوم حدثينا على أجواء هذه الفرحة، وكيف رافقت رشا خلال حتى تحصلها على هذا المعدل. دعمتها، جربت ندعمها كأخت وكصديقة، ما كنتش برك أخت كبرى. جربت أني نمد لها من التجربة تاعي كجامعية وكتلميذة سابقة. الأخطاء اللي درتهم أنايا في البكالوريا ما حبيتهاش تعاودهم، كما تفضلوا قالوا الأبوين الكريمين. جربنا أنه نقفوا معها نفسيا أكثر شيء، لأنه على بالنا ونآمنوا بالقدرات اللي عندها أختي. دونك كنا مبروك للطالبة ولكل العائلة اللي كانت دعم قوي نفسيا وبيداغوجيا لهذه الطالبة، واليوم تتوج بهذا المعدل الكبير. زميلي رحيم فعلا هي مفخرة للجزائر، أمثالها كثار اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا. دائما اللي عاشوا التحدي، تحدي شهادة البكالوريا، فألف ألف مبروك لكل الطلبة الناجحين في هذه الدورة، دورة 2020 اللي كانت في ظروف استثنائية، لكن من خلال استراتيجية الدولة الحكيمة الرامية إلى حماية كل المترشحين، وخاصة أنه أسئلة الشهادة كانت دائما ضمن المقرر الدراسي، وكذلك في مختلف الدروس اللي كانوا تلقوها تلاميذنا في الأقسام حضوريا مع الأساتذة ديالهم. نواصل دائما خدمتنا المسائية دائما مع قناة المعرفة من خلال هذا الفضاء وهذه القناة التربوية التي تعنى بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص الطلبة الجزائريين. اليوم نعود إلى الزمن الجميل وإن كانت العائلة الجزائرية نروح إلى شعبة الرياضيات تترقب العلامات من خلال شاشة التلفزيون الجزائري. إلى شعبة الرياضيات والأسماء ستظهر على الشاشة. وولاية الجزائر غرب سارة علاك، لينا بن علي، لمياء قوجيل، لينا حرشوني، مروان بن بطقة، أنيس لوناس تزرط، إلياس شعباني، عائشة أميرة عدو، ماريا سقاي، وأمينة العروبي. عائشة أكيد أميرة عدوا ألف مبروك لهؤلاء اللي أكيد نجحوا في شهادة البكالوريا. نعم، تأشيرة الولوج إلى الجامعة اليوم بين أيدي هؤلاء الطلبة. نمر إلى شعبة التقني الرياضي والأسماء كالتالي، نقول لهم مسبقا مبروك عليكم جميعا. الاسم الأول معنا في شعبة التقني الرياضي، الاسم الأول إذن من سلمى شلالي، خديجة علام، كاميليا فكيرين أقول، عبد السلام محمد غلام، عبير علالو، رفيق خويدر حسان، إكرام شرفاوي، آية سيرين خلاصي، سبيل داد، وإسلام بكوش. ألف ألف مبروك لكل التلاميذ هؤلاء أبناء الجزائر. دائما رانا نعيش من خلالهم الفرح. مباشرة إلى ولاية الجلفة وأسماء الناجحين العشر الأوائل حاضرة هي الأخرى من خلال قناة المعرفة، والأسماء ستظهر على شاشة قناة المعرفة. مريم عربون، هبة الله عزلاوي، نيلة بلقيس عايدي، ميليسا ملاك سحبان، كوثر بن أحمد، بشير بن عبد الحفيظ، ريهام براهيمي، حيزية حمياني، زهرة عبير مسعودي، خولة سلاف بوزيدي. أكيد شعبات آداب وفلسفة من ولاية الجلفة. نعم، أكيد نحيي كل المتوجين والناجحين في كل الشعاب من ولاية الجلفة. نمر الآن إلى لغة أجنبية، وهذه القائمة ب10 أسماء الأولى الناجحين في شهادة البكالوريا من ولاية الجلفة. نبدأ أول اسم، هبة بن الصادق، عائدة لينا عبد اللاوي، سماح نور الهدى، بن مائدي، الشيماء نصيرة زرقط، شهرزاد كحول، آية بن علي، سارة الأبيض، مسعودة بوغرينات، سعد داشر، آية عياش. نمر الآن زميل رحيم إلى شعبة علوم تجريبية، إلى شعبة تسيير واقتصاد. تسيير واقتصاد هي الأخرى حاضرة دائما، والأسماء ستظهر على الشاشة. جمهورنا الكريم وفي قناة المعرفة. سامية
عراوة، أبرار داودي، سعدية مسعودي، الطيب قاسم، أحمد أكيد أحمد جليطة، الزهرة ضب، آية العموري، كذلك إبراهيم بن شيحة، يوسف الأمين جوابي، وأكيد بشير بن شريك. ألف مبروك. ألف مبروك للجميع. نمر إلى قائمة أخرى بالعشر الأسماء الأولى في شعبة علوم تجريبية، والأسماء كالتالي. ألف مبروك مسبقا. الاسم الأول يظهر معنا على الشاشة: يوسف رفيس، زكريا عمران، نائل عبد الحميد زيطوط، وسال بن الأبيض، زين بالعطرة، عبد الدائم، منصف عبد الرؤوف قيت، وائل عبد الرحمن عبيدي، نسرين مغوش، نور الهدى بن نصر، ودنيا الملومة. إذن ألف تحية لكل هؤلاء الناجحين. العشر الناجحين الأوائل في شعبة الرياضيات وولاية الجلفة. الأسماء ستظهر على الشاشة دائما: سيد أحمد، وسيم عيدوني، محمد عبد اللطيف قريش، رانيا تومي، محمد توفيق بن الطاهر، أميرة حنيش، عبد الكريم رعاد، بشرى دلال، جيلاني محمد لامين لباز، إيمان نايت أسعدي، وصابرين سحيم. نعم، ألف مبروك زميلي رحيم. ما زلنا مع ولاية الجلفة والعشر الأسماء الأولى الآن في آخر شعبة، وهي شعبة تقني رياضي. إذن الاسم الأول: وسام سبعاوي، عبد القادر تقاب، هديل عليوات، حياة أحلام سراي، عبد الوهاب قياش قباش، فاطمة دربال، فيصل سعود، صلاح الدين قايق، يوسف صحنوني، وأخيرا أشواق مزروقي. بالتوفيق وأكيد النجاح. مرزوقي عفوا، أكيد أعيد الاسم مرة ثانية: أشواق مرزوقي. هنيئا لك أشواق، ومن نجاحات ودوام النجاحات يا رب العالمين. إن شاء الله. نعم. التألق والتفوق دائما في مشوارهم الدراسي والتعليمي. مباشرة إلى الولاية رقم 18 جيجل، والقائمة هي الأخرى ب10 أسماء حاضرة ستظهر دائما على الشاشة. إذن أول اسم: فاطمة الزهرة صوكو، ملاك فيتا، لويزا ركيمة، يسرى صابة، أميمة موراس، منال فتان، خديجة بو خلفة، أمينة عابد، فريال حامق، وسعيدة فنينش. أقول نمر الآن إلى شعبة لغات أجنبية دائما في ولاية جيجل، والأسماء هي كالآتي: ألف مبروك مسبقا. الاسم الأول معنا من ولاية جيجل لغات أجنبية. أقول: أمال بوجرادة، منال العبلي، بلقيس عسيلة، نور الهدى بوشناق، رابحة قرنوب، أسماء قيرة، فاطمة مخناش، دينا يخلف، ياسمين بولوساخ، أمينة بوكنا. نمر إلى قائمة أخرى إلى شعبة تسيير واقتصاد وولاية جيجل، والأسماء اللي راح نهنيهم دائما من خلال شاشة التلفزيون هي أمال بوجرادة، منال أكيد ألف مبروك. أقول أسامة حرواش، حياة فنيح، إكرام بن ديب، رابح ذراع، هنية بوشكارة، ابتسام بوطابونا، مروى أقول علواش، ميسة بوطاجين، ساجية الثلاث، وكذلك بسام حفصاوي. ألف مبروك. نعم، من شعبة تسيير واقتصاد إلى شعبة أخرى، شعبة العلوم التجريبية دائما من ولاية جيجي، والأسماء كالتالية: مبروك مسبقا. إذن الأسماء هي: بدر الدين مغيشي، لطيفة عربات، إنصاف بوجعادة، يسرى بوربون، شمس الضحى عميروش، أمينة ديرم، شهلة زازوة، يسرى زليلف، إيمان بالكرديد، وأخيرا سيرين موساوي. نمر الآن زميلي رحيم إلى الرياضيات والأسماء تتوالى. ألف مبروك للجميع دائما من خلال هذا الفضاء. أول اسم سيظهر على الشاشة هي دينا قدور، وشعبة الرياضيات أحسن بوجعطيط، فارس بوجريو، دعاء بواب، عماد الدين الكواغط، هبة بودرع، صهيب شربال، نورهان بوقاري، عمر
عميور ومهدي قندوز. ألف مبروك للجميع، والقائمة تتواصل والأسماء تتواصل كذلك. كذلك ما زلنا دائما مع ولاية جيجل دائما التميز والنجاحات لكل الطلبة لنالوا شهادة البكالوريا لنهار اليوم. آخر شعبة هي تقني رياضي والقائمة كالتالي. إذا إيناس بولفوس، يمينة زرمار، كريمة بن حميمد، أميرة بريبر، صلاح الدين مزان، إسلام عقيبة، هبة قاوش، محمد الأمين عياش، محسن الأحمر، عمران عباسي. تهنيئا للجميع. هنيئا للجميع والناجحين في شهادة البكالوريا. ألف مبروك جيجل، أكيد بعدها سطيف الولاية رقم 19، وألف مبروك للأسماء سوف تظهر دائما على الشاشة. أول اسم راح نهنيوه من خلال هذا المنبر هي ولاء حسنة، الشيماء بودوخة، وسام شلال، مروة سكوحي، شهيرة خرباشي، ليندا داود، هاجر رابطي، أماني شنوف، بوتينا مزياني، وأخيرا كرامة طوبال. نعم زميلي رحيم، قبل أن نمر إلى شعبة لغة أجنبية لا بأس أن نذكر أن هذه فقط العشر الأسماء الأولى، لكن راح تكون دون استثناء كل الأسماوات الناجحين في البكالوريا من خلال الأسبوع عبر قناتكم المعرفة. نمر إلى قائمة أخرى لغات أجنبية، وهذه القائمة مبروك للجميع. الاسم الأول يظهر معنا على الشاشة: رميسة منادي، نهال ماجور، الشيماء عيساوي، بشرى مهوب، إيناس زيتوني، مروة دعموش، إيمان قطاف، أنفال زيدان، خولة سعيدي، آية هبة الله لطرش. إلى تسيير واقتصاد هذا الشعب التي ستظهر كذلك 10 أسماء أخرى شرفت الولاية، ولاية سطيف، والأسماء هي كالآتي. ستظهر على الشاشة أسماء الفائزين الأوائل أو الناجحين الأوائل في شعبة تسيير واقتصاد: منار عياش، محمد عبد الرشيد دوار، عليا قمر بن عطية، حسام شادي، نسرين بعداش، إيناس كركاري، رميساء عمراوي، عمار محمد أمين قوتال، أميرة سناء قيرواني، دانيا طاجن. ألف مبروك للجميع. لازلنا دائما من ولاية سطيف، والآن إلى شعبة العلوم التجريبية وقائمة المتفوقين العشر الأوائل. الأسماء كالتالي. إذا نبدأ بأول اسم: ماريا عطوي، ألاء بوطيش، يوسف بن علي، رانيا بحوزة، أقول مشوى شرفة، رمان نور الإيمان بالمهدي، لينا بالمزغنة، الحاج سوايح، أمنية نور رهان برباشي، ألفة رزان عزيزي. هنيئا للجميع. شعبة الرياضيات هي الأخرى حاضرة دائما معنا من خلال الأسماء، أسماء الناجحين في دورة بكالوريا 2020. هذا الدورة اللي نحن اليوم سعداء أنه نخدموكم دائما من خلال هذا الفضاء وقناة المعرفة الأولى والفريدة من نوعها في الجزائر التي تعنى بالتربية والتعليم في الجزائر. إلى أسماء شعبة رياضيات وولاية سطيف، إلى الهضاب العليا. سطيف حاضرة مع قائمة الأسماء: سماح بالهوشات، أكرم أقوجيل، عبد العليم عطوي، أحمد سهيلي، وائل عبد العالي لوصيف، أكيد منصف زرماني، نبيل قرور، خولة خنيش أقول، محمد زكريا، الشيخ عبد الجليل زكريا شينون. ألف مبروك للجميع. أكيد متواصلون دائما معكم، وآخر شعبة هي شعبة تقني رياضي وقائمة الأسماء العشر الأوائل كالآتي. إذا نبدأ بأول اسم معنا في شعبة تقني رياضي. إذا يوسف بن جدية، سيف الدين بودراع، عبد الرؤوف بن جدية، أكرم العجال، يحيى هارون خولة، نضال ساعي، وصال كتفي، زكريا وسيم حاجبي، إيهاب سيف الدين أتشير، كوثر دويد. بالتوفيق والنجاح في عالم الجامعة
مستقبلا بحول الله. دائما متواصلون دائما معكم مشاهدينا في هذا البث الحي والمباشر عبر قنوات التلفزيون الجزائري وقناتكم المعرفة، قناة الإعلام الهادف التي تجمع اليوم بين المعرفة والنجاحات. زميلي رحيم، فعلا خدمتنا التربوية المسائية متواصلة يا نوال. دائما مشاهدينا الكرام نتواصل معكم دائما على الحب، على الوفاء، ننتظر منكم الوفاء والخدمة منا دائما مضمونة من خلال قناة المعرفة. مدينة أو ولاية سعيدة هي الأخرى ستظهر قائمة الناجحين العشر الأوائل، كل من سعاد عمراني، إيمان نجادي، ماما زيتوني، نسرين عطلة، دنيا زاد جلولي، إيمان بوشامة، سعاد دحماني، عائشة مرزوقي، خولة كريم، شهرزاد خلفة. ألف مبروك للجميع. نعم، وكذلك نهنئ العشر الأوائل في ولاية سعيدة الشعبة لغات أجنبية، نهنئهم بهذا النجاح الكبير، شهادة البكالوريا وشهادة التتويج والدخول إلى عالم الجامعة. القائمة هي كالتالي: إذن آية أنفال دروني، مباركة شيخ، رانيا موالك، مريم إيناس أمينة نعبالي، سارة رحماني، وصال رونق بودرارا، مجدة أفنان بحليمة. سنواصل القائمة لكن بعد أن يرفع على مسامعنا أذان المغرب. نعم، نواصل أكيد مشاهدينا دائما معكم في هذا البث الحي وعبر قناتكم التعليمية المعرفة، قناة الإعلام الهادف في الجزائر. ونواصل دائما وعودة مرة أخرى إلى قائمة اللغات الأجنبية من ولاية سعيدة، ليس كذلك؟ والأسماء تعود لنذكرها مجددا. شعبة لغة أجنبية معنا: آية أنفال دروني، مباركة شيخ، رانيا موالك، مريم إيناس أمينة العباني، سارة رحماني، نجيب دريسي، وصال رونق بودرارا، مجدة أفنان بن حليمة، صفاء الكانح، أشواق زينب رحماني. شعبة تسيير والاقتصاد حاضرة، والأسماء هي الأخرى حاضرة دائما من خلال هذا الصرح التربوي البيداغوجي الهادف كما تقول دائما زميلتي حياة. وقائمة الأسماء العشر الأوائل الناجحة ضمن دورة سبتمبر 2020: أيمن عبد الله عماري، محمد أمين حاكمي، إسراء هناء خلفاوي، مريم كيرد، محمد إسلام عوالي، غوثي رحماني، محمد الأمين مرابط، شيماء بن دامو، وليد دباح، شيماء مول ريريش. أكيد نهنئ كل الطلبة دون استثناء. ونمر الآن إلى قائمة أخرى، وشعبة العلوم التجريبية دائما من ولاية السعيدة والعشر الأوائل الناجحين، هي أسماءهم كالتالي: مبارك مسبقا. إذن الاسم الأول معنا: نور الهدى شيخ، خالدة قافزي، آية جمانة حادي، هديل قمر زيتوني، مريم هبة الرحمن زياتي، محمد الأمين ميموني، إبراهيم تريدي، صهيب عبد الرحمن فضيل، خديجة ميلودي، ورقية قاسم. إلى شعبة الرياضيات دائما في ولاية سعيدة، والعشر أسماء الأوائل اللي تحصلوا على أكبر المعدلات على مستوى ولاية سعيدة، والأسماء هي كالآتي: إخلاص مسكين، أمير سيب الخير، محمد أمين فلاح، شيماء فارس، فاطمة كسوار، حبيب حركات، العربي عدلي، فاطمة بوشنافة، خديجة أم المؤمنين زقة، محمد الأمين دودي. ألف مبروك للجميع. لازلنا متواصلين دائما معكم مشاهدينا من خلال قائمات الناجحين والعشر الأوائل. والآن إلى شعبة تقني الرياضي وهي الأخيرة في ولاية السعيدة. إذن الأسماء هي كالتالي: نسيبة إخلاص نونا رزقاني، محمد عبد النور تني، لبنى بن نجاح، هدى ستي، ويس حسين حفصي، عبد القادر ولي الدين إبراهيمي، أسماء تقار، بشرى بسدات، عدنان إبراهيمي، وأخيرا خديجة أمين. بالتوفيق للجميع وهنيئا لهم بهذا النجاح الكبير. رحيم.
إلى جنوبنا، إلى بشار وقائمة الأسماء كذلك حاضرة دائما من خلال هذا الصرح الإعلامي. قناة المعرفة اللي كانت سباقة في تقديم النتائج، نتائج شهادة البكالوريا. إلى شعبة آداب وفلسفة والأسماء بشار ستحضر كذلك دائما من خلال هذا التدخل زميلي رحيم. إلى تدخل مباشرة معنا مباشرة إلى الجنوب الغربي الكبير الثورة زميلنا هشام يرفع مباشرة من ولاية بشار، أين سيأخذنا إلى كل هذه الأجواء الرائعة بهذا النجاح. زميلنا هشام، مرحبا بك. حطنا في الصورة يا هشام. شكرا حياة عبد الرحيم. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الفضيل وين ما كنتم. مساء الخير عليكم والف الف مبروك لكل ابنائنا بمناسبة هذه الفرحة، يوم عارم بالافراح تعيشوا الجزائر كما كل ايامنا ان شاء الله، ايامنا كلها فرح. طبعا نبارك الكامل الناجحين المتحصلين على شهادة البكالوريا في هذا اليوم الجميل، والناس اللي ما سعفهمش حد نقول لهم حد اوفر ان شاء الله العام المقبل. اذا بلا ما نطولوا عليكم في هذا اللقاء راح ان شاء الله نكونوا مع احد الناجحين والوالدة تاعو، لكن قبل هذا وذاك كاميرا التلفزيون الجزائري من بشار خرجت وتجولت في الشارع وقت إعلان النتيجة، وعادت بهذه الصور الجميلة اللي تعكس أجواء الفرحة. سرت مع العام اللي فات ما ديتهاش وهذا العام ديته، ومع كورونا هذه والوفاة تاع الوالد الله يرحمه إن شاء الله، هذا الباك ديته ليه إن شاء الله، إن شاء الله نفرحها في قبرها إن شاء الله. أنا فرحانة بزاف بزاف بزاف، أنا فرحانة ما تصورش الفرحة نتاعي. ان شاء الله يوصف حقيقة كنت نستنى هذا النهار بزاف، حق تعبنا عليه، كنت نتمنى النجاح كافة زملائي. فرحة بزاف كاع ما توصفش، ونشكر بزاف بزاف والديا ماما وبابا كاع عيلتي اللي يستنوني في الدار، ونتمنى اللي ما ربحوش هذا العام يربحوا العام الجاي ان شاء الله. والله العظيم انا في الدور ما لقيتش سميتي، ما توقعتش ليا ما نديش قاش كاع اللي يجيني استاذه ما تعرفنيش كاع قالت لي نديه، وبون واش نقول لكم اللي ما داش هذا العام ان شاء الله يديه العام الجاي. وهذه هي نشكر بزاف بزاف والديا بزاف وميسي اللي فرحت معايا بزاف وبكات معايا وكل شيء داتها بوسيبل معايا، وهذه هي واش نقول. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله سوفرات بنتي مع هذا المرض ومع الحمد لله يا ربي، الحمد لله داته وفرحنا ويا ربي لك الحمد، والله يفرح كاع الجميع يا ربي، الله يفرح كاع الجميع. الحمد لله نجحت، وهذه الفرحه كنا نتسناوها من زمان يعني، وكانت الستريس وكانت قلوب مشدوده وكل شيء، بس الحمد لله يا ربي اللهم لك الحمد. والله اذا حاجه مليحه، والله يفرح كاع الناس، والله يفرح كاع وليداتنا. ما شفتش المعدل شتغي سميتها ذكراوي وصال. الحمد لله والله لا من نهار اللي بدا الباك راني ندعي لوليداتي وليدات الجميع، لا تخيب شي وحده في وليداتها يا رب العالمين. الحمد لله. جيت نطلع على النتائج تاع ولدي ونطمئن باللي ينجح، لانه انا مع الاسف الكود السكري كان تودر، جيت باش نعايش انا راني خليته على ضغط، واليوم دوك نخبروهم باللي نجح والحمد لله رب العالمين وبالتوفيق كاع. ألف ألف مبروك. هي طلة خفيفة في أجواء فرحة شهادة البكالوريا بالشارع البشاري. شكرا للزميل عبد الوهاب حيدبي على هذا الالتفاتة. طبعا راح نرجعوا في هذا البلاطو اللي راه يجمعنا مع أحد الناجحين كما قلت، واللي هو حسام العيرج. هكذا حسام العيرج، ألف ألف مبروك. الله يحفظك خويا، شكرا صحيت. تخليهاش هاي ألف مبروك بالبركة عليك. الله يحفظك، شكرا جزيلا، وبالبركة لجميع الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة 2020، واللي ما نجحش إن شاء الله العام الجاي راهم عاد صغار في اللاص، ما ينجم يحاول وينجم. فرحان ولا؟ الحمد لله راني فرحان، بيان سور راني فرحان الحمد لله. ربي يكمل فرحتك ان شاء الله. تحضر معنا كذلك السيده حليمه عبار والده حسام، وكذلك من قطاع التربيه. مرحبا بك سيدتي. الله يرحب بك، الخير ان شاء الله. اولا اوجه يعني تحياتي ونقول لكل الطلبه اللي ربحوا ان شاء الله الف الف مبروك، والناس اللي ما نجحتش يعني ان شاء الله الحياه مفتوحه امامهم، ماهيش نهايه العالم، لكن شويه نهايه العالم، ونقول لهم ان البكالوريا باذن الله هي خطوه للامام، والانسان الناجح ماشي شرط مثلا فقط ينجح في شهاده البكالوريا، الانسان الناجح هو اللي قد يكون ناجح في المجال اللي يختاره، اي مجال كان في الحياه. ايوه. حسام، كنت تتوقع نجاحك في شهاده البكالوريا بكل صراحه؟ يعني بعد المجهودات اللي كنت نقوم بها خلال السنه، ابتداء من سبتمبر الى سبتمبر، يعني سنه كامله، يعني الحمد لله ربي وفقنا في هذا المعدل.
مي ما كنتش توقع كاع زعما لهاد الدرجه انه يوصل المعدل. المعدل تاعك كان 16 44 شعبة علوم تجريبيه. شعبة علوم تجريبيه ما شاء الله. سيده حليمه، تعذبتي شويه مع حسام في التحضير؟ اكيد، وانا ما نقولكش ان يعني تحضير البكالوريا خممت فيه انه يكون فقط في السنه النهائيه. انا من يدخلوا السنه الاولى كي التلميذ يرفد محفظته ويمشي يقرا نكون نخمم فيهم لهذا اليوم. لكن هذا العام كان بصح هذا العام كان يعني حاله خاصه، كان كاين تعب نفسي وكان كاين قلق، وكنت مجبره يعني باش ما نوريش لولدي هذاك القلق نتاعي، باش هو ما نزيدش يعني نقلقه نفسيا، على خاطرش يعني كنت نشوفه شحال كان يتعب، وكون احيانا حتى هذاك التعب تاعه نقول له نقص منه، بصح بيني وبين نفسي نقول الحمد لله يعني اللي راه عنده هذه الاراده، الاراده هي اللي توصل. الحمد لله هذا الاقبال اللي هو التلاميذ. اول ابنائك هذا اول ابنائي. مع ان كيفاش لقيتي فرحه النجاح؟ كانت يعني بصراحه فرحه ربي عالم بها. كانت فرحه ما نقدش نوازنها مع اي فرحه ثانيه، ربما كانت كيما الفرحه تاع اللي شتاه اول مره. يعني اليوم اللي تولد فيه اي واستنيته، يعني ماشي في العام الاول تاعي كان عندي هذا الوليد، استنيته 3 سنين ولا 4 سنين، يعني كانت فرحه كبيره. كيما هذا اليوم والله تفكرت حتى قعدت نبكي، يعني ما الحمد لله عليه زميلتي جات وكانوا هما اللي معايا ومحاوطيني، والاحبه الناس كامل اللي تحبني، عطاوك دعم نفسي بزاف يعني بزاف الحمد لله. تعبت الماما بزاف باش جيت للدنيا، سناتك بزاف كيفاش جبت البكالوريا تعبتها، لكن هذا التعب جاب في الاخير افراح ان شاء الله. ربي يدوم الافراح. الحمد لله والحمد لله. زعما هي كما يقول لك حنا فرحنا الوالدين، هذه الاولى. انا الحمد لله شغل كنت نحوس وقوف الوالد تاعك معاك، يعني عطى لك دعم معنوي. كان وقوف الوالدين معايا يعطيني دعم معنوي، وثاني كنت باغي دائما نخلي ما في الصوره في القمه. كانت عندك شعور بالمسؤوليه لازم نجيب الباك باش يفرحوا، باش مجهوداتهم ما تروحش؟ بيان سير. بديت الدراسه راني نقول لك من شهر سبتمبر، يعني كانت مجهودات متكثفه، وبعد كي قالوا لنا باللي الباك غادي يتاخر كانت المجهودات تقل، ولكن رجعنا الحمد لله. وهذا الشيء فتره كورونا نفعتك؟ الحمد لله. نفعت فتره تاع كورونا كانت يعني مفيده جدا، لان عطاتنا وقت كبير باش نراجعوا، باش نستدركوا الاخطاء نتاعنا، باش زعما لي زيكزارسيس سورتو في المات فيزيك لازم تحل واش فاتك تعاود ترجع اكبر عدد تاع تمارين باش تنجم تكون مدرك وملم بجميع الاسئله. تبقاو معنا حسام والسيده حليمه باش نعاودوا نديروا فيدباك ونرجعوا للحظات القليله قبيل اعلان نتائج شهاده البكالوريا، العد التنازلي، الكونتاربور، وكيفاش كنتوا تعيشوا هذا الكونتاربور في الدار مع هذا البورتري. لقد اجتزت شهاده البكالوريا 2019 في ظروف جد حسنه وظروف عادية. التحضيرات كانت حسنة ولم أجد صعوبات في المراجعة أو لضيق الوقت. اجتازت رفيدة امتحانها المصيري 2019 وسط ظروف عادية ليكلل مجهودها بالنجاح وتدخل الفرحة إلى عائلتها الصغيرة. رفيدة اليوم طالبة بالجامعة. كي قالوا لنا دات الباك قعدت تبكي وانا قعدت نزغرت، وفرحة راكي عارفة ما تتوقعيهاش كاع ديك الفرحة نتاعها. تختلف الظروف ويبقى الامتحان المصيري واحد. حسام تلميذ بدورة البكالوريا سبتمبر 2020 التي كانت الأكثر استثناء لما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، إلا أن هذه الصعوبات كانت محفزة له للتحدي والإصرار على النجاح. دورة استثنائية لهذه السنة، يعني فوتنا في ظروف استثنائية، يعني انقطعنا عن الدراسة منذ شهر مارس ورجعنا حتى الأوت. كانت فترة يعني شوية صعيبة، سورتو كي ما كاينش أساتذة، يعني كي ما كاينش أساتذة تاع لي كور، دونك مام أساتذة تاع الكلاسة وحبسنا. كاين دروس كنا خايفين اسكو الدروس ما كانش كاين تحديد العتبة، دونك حنا كنا خايفين الدروس اللي غادي يكونوا في شهادة البكالوريا. دونك الحمد لله كانوا الدروس اللي وعدونا بهم اللي درناهم فصل الأول فصل الزوج كانوا كاينين، مي كانت كاينه صعوبه سورتو كي ما كاينش اساتذه، ما تنجمش مام من الانترنت، لازم تعاون روحك شويه، ماشي كيما يكون الاستاذ قدامك كيما يشرح لك كيما تسقسي كي تحصل لازم تسقسي الاستاذ، دونك مام في اليوتيوب ما يجاوبش عليك، دونك ما تنجمش تسقسي. هذه الحاجه اللي كانت شويه صعيبه، مي الحمد لله فاتت مليحه. حسام اليوم ينتظر النتيجه ليخطو خطواته الاولى لتحقيق احلامه والتحاقه بكليه الطب. قبل ما ندخل الباك كنت داير حساب باللي ان شاء الله ندير ميديسين، شغل تخصص طب، ان شاء الله جيسبر ربي ما يخيبناش. حنا خدمنا من بدايه تاع العام
وجاسبر فريمون زعما هذه شغل التخصص اللي راني حاب نديره، شغل ميديسين. اذا ما وفقناش ربي هذا العام ان شاء الله العام الجاي العام اللي وراه مهم ان شاء الله حتى نديروه ان شاء الله. الارتباك، التخوف والقلق مشاعر تسيطر على الطالب في القسم النهائي مهما كانت الظروف. هو أن التلميذ نتاع السنة الماضية كانت الضغوط أخف من التلميذ نتاع هذه السنة، فالتلميذ اللي كان يحضر في الظروف العادية أحاطت به بطبيعة الحال أجواء أكثر استقرارا من التلميذ نتاع هذه السنة هذه. البكالوريا هي ثمرة مجهود متواصل يقطفها كل من جد واجتهد. إذا حسام تحقق الحلم في نصفه الأول ونصفه الثاني بخطوة ثابتة وأكيدة نحو الأمام إلى كلية الطب بحول الله. الحمد لله الحمد لله، كان معدل يعني مشرف يعني ويسمح لي باش ندخل كلية الطب. يعني معدلات الطب تتوقف عند في حدود 15 80 15 90 الى 16. الحمد لله كان معدلي يعني ان شاء الله يسمح لي باش ندخل كليه الطب ونلتحق بالمقاعد نتاعها. رضيت على هذا المعدل؟ يعني انا كنت نحوس على معدل كبير يعني باش نكون الاول في الولايه يعني، بصح يعني الحمد لله يعني معدل رضيت عليه ورضات عليه الوالده صافي بليزير. ايوه. الاختيار تاع كليه الطب او مجال الطب هل كان نابع من خاطرك كما نقولوا ولا كانت فيه توجيهات؟ اكيد يعني انا الحمد لله احنا في دارنا يعني الطالب هو اللي يختار التخصص تاعه، حتى الاولياء ما يفرضوش عليك التخصص يعني. وانا التخصص اللي كنت باغيه باركوا لك هذا التخصص الوالدين؟ مازال ما درنا تسجيلات دونك يعني نقصد باركوا لك التخصص في الاختيار؟ اكيد يعني كانوا معايا في الفكره يعني. سيدة حليمة ان شاء الله الحمد لله راه وصل يعني الهدف. وانا بصدق يعني وبصراحه تمنيته يدير الطب باش يبقى في ولايه بشار، اولا باش ولدي يبقى معايا، وحاجه ثانيه كذلك راني متمنيه كذلك في الجنوب يعني نكتفوا بالقدراتنا الذاتيه بولادنا، يعني يكونوا اطباء، يكونوا يعني مهندسين، يكونوا عندنا طب يعني خاص، يكونوا عندنا مستشفيات، يعني ماشي دائما نضطروا ولا نحتاجوا باش ننتقلوا من ولايه لولايه من اجل ذلك. يعني هذا تفكير لاجل الصالح العام، لكن ما ننكروش انه تعبك باش جا الدنيا 3 سنين باش يعني يتحصل على شهاده البكالوريا راح يدير طب وراح يبقى 7 سنين ولا اكثر. معليش يعني شوف حاجه الدراسه وحاجه الثقافه حاجه الدراسه وحاجه الثقافه هذه هي اللي تستحق، خاطش ولادنا هما اللي يعني والاهم نشوفوا ثمراتنا. ثمرات انا نشوف في ولادي هما حياتي اللي راها جايه ان شاء الله، اللي نحب باش نشوفها افضل من حياتي. الام تعيش او الاولياء يعيشوا حياتهم في نجاح ابنائهم اكيد يعني شوف كي يحققوا حاجه راك تشوف انت نفسك باللي قدرت تجيب لهذا المجتمع حاجه مليحه. ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو طيب كليه الطب اي تخصص؟ تخصصات يعني الان ما رانيش ستابل فيها يعني، حتى يعني في كليه الطب سمعت باللي انك عندك الحق تجرب كاع التخصصات ابتداء من السنه الرابعه. ايوه يعني تخصصات معول طولها ان شاء الله ان شاء الله. والتخصصات يعني راح نشوف اللي راح يناسبني، ولكن يعني اغلب التقدير غادي نروح يا كارديو يا نورولوج. شميتها من قلت كليه الطب عرفت باللي راح تروح الكارديولوجي. ربي يوفقك ان شاء الله. امين ان شاء الله. الله يحفظك. ومره اخرى نقول لك بالتوفيق وان شاء الله نسمعوا عليك خير وان شاء الله تكون نموذج وقدوه للكثير من الشباب. وحتى انا حابك تقول كلمه للناس اللي ما تحصلوش على شهاده البكالوريا هذا العام. اكيد يعني طلب رساله هذه طلاب اللي ما تحصلوش على شهاده البكالوريا، الا ما كانش هذه السنه يمكن السنوات الجايه، والنجاح في البكالوريا ماشي هو حياتك. سر يعني باش تتحصل على شهاده البكالوريا شو هو؟ السر ان الانسان يكون داير في راسه باللي ينجح، يعني والثقه في النفس. امن بنفسك اولا، ولازم يكون يامن بنفسه، يعني ما يستناش ان انسان واحد اخر يحطمه يقول له انت ما تنجمش ويقعد يدي ديك الفكره في راسه، لان الانسان العقل الباطني يتبنى ديك الفكره وتقعد في راسه باللي هو ما غاديش ينجح. تنميه بشريه. يعطيك الصحه. سيدة حليمة احنا نشكرك كثير. كلمه مقتضبه ابغيجي بما انك العربيه العربيه كيف كلمه مقتضبه لكل الاولياء لابنائهم ما تعرفهمش الحد باش ياخذوا او يتحصلوا على ما تضغطوش عليهم، كونوا معاهم، خاطش نتوما اقرب الناس ليهم، كما يقولوا ما تكونوش نتوما والزمان عليهم. ايوه. وحفزوهم ان شاء الله
باش دائما يقدروا الحاجه اللي ما حقوهاش هذا العام ينجموا يحقوها في المستقبل ان شاء الله. وخلونا كامل ناجحين وغير ناجحين نعيشوا الفرحه مع بعض إن شاء الله. وقبل ما نخلوكم مشاهدينا الافاضل من الجنوب الغربي الجزائري، تحيه لكل الناجحين في الجزائر، تحيه لكل ناجحي الجنوب الغربي، وتحيه خاصه لزميلنا بن عياد سليمان بمناسبه نجاح ابنته ايناس بن عياد. سليمان بن عياد بنته ايناس بن عياد حصلت على شهاده البكالوريا، نقول لها الف الف مبروك. وتحياتي كذلك لكل الطاقم اللي يعمل معايا هنا بمحطه بشار، نقول لهم لكم مني الف تحيه وشكرا على صبركم. ومره اخرى الخط لحياه وعبد الرحيم، والى اللقاء. زميلنا هشام يرفع من الجنوب الغربي من محطة بشار الجهوية، شكرا لك، تحية لك، تحية كذلك لضيفك الناجح في شهادة البكالوريا دورة 2020، وتحية أكبر للوالدة ديالو اللي كانت حاضرة معكم في بلاطو والمحطة الجهوية ببشار، اللي كانت سهرة على نجاح الابن تاعها. وأكيد اليوم راهي تعيش فرحة تتويج الابن تاعها، راهي تعيش كذلك وتتقاسم هذه الفرحة مع كل الجزائريين اللي يتابعوا فينا من خلال هذا البرنامج. هذه هي قناة المعرفة اللي كانت رافقة طلبة الجزائريين منذ بداية المشوار، من خلال سواء برنامج بين الثانويات أو من خلال مفاتيح النجاح، وكانت تقدم لهم دروس مخصصة من طرف الأساتذة أكيد ضمن المقرر الدراسي. إلى روسيكادا، سكيكدا والعشر الأسماء الأولى في شعبة الآداب والفلسفة. الأسماء ستظهر مشاهدين على الشاشة. الاسم الأول منال بوعناني، سمية زويدية، إخلاص بونعورة، رونق غضبان، خولة العور، نوال أكيد بولفلاطيو، مريم سارة فرح، رحيل بوبكار، كرام مقلاتني، بسمة جابة. نعم ألف مبروك. نعم ألف مبروك زميلي رحيم. الآن إلى شعبة أخرى من نفس الولاية، شعبة لغات أجنبية من ولاية سكيكدا. دائما القائمة هي كالتالي وتظهر علينا الأسماء على الشاشة. الاسم الأول لشعبة لغات أجنبية أسماء حمروش، مكة السعداوي كعوان، كوثر علمي، سيرين بلاسكا، مريم العلوي، إسلام عماري، سارة حدادي، آية عويوش، هبة بومعيزة، حسناء الواهم مصابح. إلى شعبة أخرى زميلي رحيم، إلى شعبة تسيير واقتصاد وسكيكدا، والعشر الأسماء الأولى هي الأخرى حاضرة دائما اليوم من خلال هذه الفرحة، فرحة تتويج أبنائنا بشهادة التعليم الثانوي، شهادة البكالوريا. الاسم الأول سوف يظهر على شاشة وقناة المعرفة: آية مغربي، إسلام علالو، رميسة بوستة، جيهان صياد، آية الهدى صبوع، أسامة زقار، وسيم هنشير يقول، نور الهدى مصباح، نزار بن جدو، واخيرا وصال غربي. الف مبروك للجميع. ألف مبروك للجميع. دائما من ولاية سكيكدا بعد شعبة التسيير والاقتصاد إلى شعبة العلوم تجريبية، ونهنئ المتوجين العشر الأوائل في القائمة. الاسم الأول معنا أسامة مخبوش، وئام زواوي، مريم ألاء معطلة، أكرم رحاي، إيمان رامول، أمينة التميمي، ميساء بولبيبان، نور الهدى بودرمين، منار الزغد، أميمة العايد. من شعبة علوم التجريبية إلى شعبة الرياضيات، والأسماء حاضرة دائما، والأسماء هي كالآتي دائما من خلال هذا الفضاء التربوي: محمد